أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، لي الشرف العظيم أن أجاوب على حوالي 9 أسئلة من الأخ عبد السلام الوهراني الجزائري. والأسئلة هي كالآتي: السؤال الأول: هل يجوز القسم من غير الله؟ جواب: لا يجوز القسم من غير الله. فمثلا يحلف أو يقسم بعالم الفلاني أو بالولي الفلاني أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. فالقسم لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: هل يجوز الطواف على أضرحة الصالحين؟ جواب: لا يجوز الطواف على أضرحة الصالحين. يجوز الطواف، بل يستحب وهو مشروع في الحج الطواف إلا على الكعبة المشرفة. السؤال الثالث: هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ الجواب عن ذلك: يجوز، بل يستحب قراءة القرآن على الميت، ويهدي الثواب الذي قرأه للميت، وسيكون له بركة ورحمة ومغفرة من عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله طبعا، وبمشيئة الله وبأمر الله. ولمن أراد الاطلاع على هذه المسألة فليقرأ كتاب الروح لابن القيم الجوزية، أو كتاب تذكرة القرطبي للإمام القرطبي. السؤال الرابع: هل يجوز حمل الميت بذكر الله؟ الجواب: في الأصل حمل الميت كان يحملوه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. كان يحملوه وهم ساكتين، ويمشوا به إلى المقبرة وهم ساكتين. وكذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يحملوا الميت بالسكوت، لأن القصد في السكوت هو الخشوع، هو يعني عدم الكلام، لأن الكلام لا يجوز لما يكونوا حاملين الميت للتذكرة والاعتبار. ولكن حسب ما قالوا لي بعض الصالحين وبعض المشايخ التصوف، قالوا لي في العهود، يعني في الزمن الحديث، في زماننا هذا، أصبحت الناس ما عادش تتأدب بأدب السنة. عاد الناس يتحثوا ويقولون القيل والقال، ويتحدثون في أمور الدنيا وكذا وكذا. فبعض الصالحين سنوا هذه السنة، قالوا لو نشغلهم بذكر الله لكان أفضل. فأصبحوا لما يحمل الميت يرفعوا أصواتهم الناس بذكر الله، كقول لا إله إلا الله جهرا وبصوت واحد وجماعة. ومنهم من لحد الآن يحمل الميت بالسكوت. على كل حال الفريقان بإذن الله كلهم على هدى، سواء من رفع الذكر بلا إله إلا الله، أو يا رحمن يا رحيم أو نحو ذلك، أو سواء من سكت، من كان صامتا. فبإذن الله الفريقان على هدى، والله أعلم. السؤال الخامس: هل يجوز وضع الجريد على القبر؟ نعم يجوز. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر ذات يوم، مر على جبان، يعني مر على مقبرة، فسمع صراخ من قبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يتحدث بالغيبة والنميمة.
وكان مع أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع ف يعني نزع جريدة من نخلة وقسمها إلى اثنين، ووضع لكل قبر جريدة، وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا الحديث. وعلى هذا الأساس بعض الناس أخذت هذه الفكرة كسنة نبوية، وأصبح إذا مات لهم الميت يضع عليه الجريد أي الخوص، لكي يعني تكون لهم بركة وتكون لهم رحمة، والله أعلم. السؤال السادس: هل يجوز البناء على القبر والكتابة عليه؟ الجواب عن ذلك: يجوز البناء على القبر، ولكن الإنسان ماذا به ما يبلغش في بناء القبر. يعني مثلا الارتفاع يكون قدر مثلا 20 سنتيم أو 25 سنتيم، والطول على طول الميت. والكتابة أيضا تجوز، الكتابة مثلا يقول هذا قبر المرحوم فلان بفلان، توفي في التاريخ ولد في التاريخ الفلاني وتوفي في التاريخ الفلاني. السؤال السابع: هل يجوز تقبيل القبر؟ التقبيل معناها يحب القبر، مثلا يقبل القبر، قبر أبيه مثلا أو قبر أخيه أو أمه أو صديقه أو نحو ذلك. التقبيل هو ما فيش شرك أو نحو ذلك، يعني بمجرد ما يقبل معناها أشرك بالله أو نحو ذلك، لا. ولكن كما يقول محمد سعيد رمضان البطي في كتابه فقه السيرة، يقول ترك هذا الأمر أولى، يعني تركه أولى، وإن قبل فلا شيء عليه. معناها دليل على حبه لأبيه أو أخيه أو أمه. التقبيل يعني يدل على المحبة فقط، لا يدل على الشرك ولا على التعظيم ولا على أي شيء، يدل فقط على المحبة. وأيضا بعض الزوار الأضرحة يقبلون الأضرحة، إن دل على شيء فإنه يدل على المحبة فقط، لا أكثر ولا أقل، ما يدلش على التعظيم ولا يدل على مثلا وكأنه أشرك بالله أو كفر أو كذا أو نحو ذلك، فهذا لا. وإنما يدل على المحبة لهذا صاحب القبر أو صاحب الضريح. السؤال 8: هل يجوز وضع الحبوب كالشعير والقمح على القبر؟ الجواب عن ذلك: إذا كان لقصد معناها تأكل منه الطيور مثلا أو نحو ذلك، فهذا الله أعلم جائز. أما إذا كان لغير ذلك فما هي الفائدة إذن؟ تضع الحبوب مثلا كالشعير والقمح ونحو ذلك، ما هي الفائدة منها؟ هل يبش يأكل الميت مثلا من الشعير أو القمح أو الطعام أو نحو ذلك؟ طبعا لا. وإذا كان لقصد منها باش تأكل من الطيور، الطيور العابرة، لكي تأكل الطيور العابرة، فهذا أمر فيه خير إن شاء الله. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأ عليكم يعني أجاب على هذه الأسئلة تركي عبد الرحمن بن محمد الساكن بتغزوط ولاية الوادي الجزائر. وأفضل ما أختتم به هو الحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.